السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد إخواني أخواتي، اليوم بغيت نتضامن مع خوتي، خصوصا الأخ ديالي اللي افتازا الذي اعتقل، أخونا المناضل عبد الهادي. وأقول للنظام إنك ذاهب إلى الزوال، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل وهو قابل وسيذهب إلى مزبلة التاريخ بإذن الله، لأن الأمة الإسلامية تعيش صحوة ووعي، وهذه من الله سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية سواء كانت مغربية أو سورية أو كيفما كان. اليوم جاي باش نتضامن مع الأخ ديالي باش نحقق الصورة ديال الطاغية محمد السادس، الذي يقول بأنه حكم عليه سنين لأنه انتهك ثوابت البلاد، يعني انتهك الملك كما يسمونه. وأنا أقول للطاغية كما قال شباب تازا، نحن لا نعرف، نحن شباب المغرب لا نعرف خطوط حمراء، وأنا لا أعرف خطوط حمراء، ولذا أقول لك ارحل وإلا سوف ترحل. ارحل يا كلب، ارحل يا أيها الطاغية، ارحل يا عميل الصهاين. هذا عميل الصهاين، هذا عميل الموصد، عميل الإمبريالية العالمي، عميل الاستعمار العالمي. هذا اللي تشوفه هنا عميل، ووجب وإن إسقاطه والمطالبة برحيله واجب وطني وديني والشعبي. يجب على الشعب أن يمتثل وأن يقول ارحل يا أيها الطاغية محمد السادس. وهنا سوف أقوم بإحراق صورة الطاغية الذي وسوف آتيكم بكثير من هي تحرق، هي تحرق، وسأحرقها إن لم تريد أن تحرق، لأن إسقاط الطاغية يتطلب وقت وجهد وتوحد في الصفوف. هي صورة الطاغية تحرق أمام أعينكم. هو الطاغية يحرق، هو الطاغية يحرق، الطاغية يحرق، وجب إسقاطه. نحنا متنخافوش من النار، فهمتي؟ حاجة أخرى، أنك تحاكم إنسان قال كلمة الحق، ما كذبش على الشعب، قال لهم الكلمة ديال الحق، أنك شفار وأنك تنهب أموالنا وأننا لازلنا نعيش الاستعمار الغير مباشر. أيها المنحط يا جبان، أنا أقول لك يلا دعيني في أي محكمة في العالم، لأنني انتهكت خزعبلاتك. أسميها الخزعبلات لأن ما كاينش القداسة، القداسة هي الخزعبلات. إمارة المؤمنين قال لك، إمارة المفسدين، إمارة العجينة، عجين من الفتات الديمقراطي والظلم. إذا أقول لك يا محمد السادس ويا بلاطجته، هذا انظروا معي من ينهب ثروات المغرب. أنا نوريك، هذا داير اش تيقولوا له، عنده ويب، عنده شبكة، يعني اللي تنهب الثروات ديال المغرب هما هادو العائلة المالكة، العائلة الملكية والأمراء، وحاشية المقربة للملك المجيدي بهمو صفري والهم. هادو من اللي خصهم يتحاكموا، ماشي الناس اللي تقولوا كلمة الحق. والعائلات المتنفذة هي العمراني بن جلون، أخنوج بن صالح، وكبار ضباط الأجهزة الأمنية اللي في الجيش وفي الشرطة. هادو هما اللي تيظلموا في عباد وتياكلوا في رزقنا، ومعاهم الطاغية محمد السادس لعنة الله عليه. والشركات العالمية المتعددة الجنسيات عباد الله.
تنهب الشركات العالمية المتعددة الجنسيات هي أيضا تنهب في طرف. هادو كاملين تعطيهم الحق باش ينهبوا الأمة المغربية وياكلوا حق الشعب. نحن ليس هناك استقلال، هناك احتقنان. لا نعيش استقلال. المغرب باقي ما خداش استقلال ديالو، فرنسا تتحكم فيه والصهاينة أيضا، وكبار مسؤولي الدولة. عرفت شنو هي كبار مسؤولي الدولة؟ الدولة عندها مسؤولين يتحكمون في اقتصاد المغرب، وهم من يخططون للسياسة المغربية، وهم عبارة عن علماء في علم الاجتماع وعلم النفس. على هادشي تيكلخوكم يا المغاربة، تبقاو غاديين يمر الموضوع وخلص الكراو هادي وهادي، راه تياكلكم في رزقكم. راه هاد الناس هادو تيعتمدوا على واحد السياسة جهنمية. خصكم تنوضوا تدافعوا على حقكم يا مغاربة، نوضوا تدافعوا على حقكم. أنا العالم المغربي لم يعد يمثلني أنا شخصيا. هذا هو العالم الجديد الذي يمثلني. هذا هو العالم الجديد. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو العالم الجديد الذي يمثلني أنا. هذا هو العالم الجديد الذي يمثلني أنا كمغربي. هذا العالم اللي فيه الله أكبر وتنشموا فيه وتنحسوا به في الروح ديال الإسلام، وفيه أعظم ما قيل اللي قالوا الصحابة في الغزوات ديالهم، واللي قالوا التابعين، واللي قالوا التابعي التابعين. وحنا تنتبناو الله أكبر. الله أكبر تكون في الشعار ديالنا. وأنا شخصيا كمغربي أتبنى هذا العلم ليكون علما أموت من أجله، وأحرر البلد من أيادي العملاء الصهاينة مثل محمد السادس أكبر العملاء وعصابته. إذن أنا أعترف بهذا العالم كمغربي يمثلني. هذا العالم يمثلني، وعاش الشعب وعاش الوطن وعاشت المغرب من سبتة ومليلية إلى جزر الكناري وإلى موريتانيا ومن طنجة وفوت القويرة اللي هي عاشت المغرب دائما، والصحراء مغربية. هذا العالم يمثلني أنا شخصيا، ولا يمثلني عالم ليوطي. عالم ليوطي يذهب إلى مزبلة التاريخ. هاد الناس تكذبوا علينا، أقولها لكم، هاد الناس تكذبوا علينا. نريد قيادة التي تمثل الشعب، والتي تغير على الشعب، والتي تحس بمعاناة الشعب، والتي تعرف مشاكل الشعب، والتي تريد وعندها إرادة وعندها قوة باش أنها تغير المشكل اللي تعيشه البلاد. والسلام عليكم.